من أهم وأبرز المراحل اللي مرت على طارق التايب وبرزاته كنجم كبير وبينت الجودة متاع طارق التايب في الملاعب التونسية أو رحلة تونس اللي كانت مع الصفاقسي والنجم والأفريقي. كيف كانت كابتن الرحلة؟ والله طبعا هي الصفاقسي كانت في نهاية 97. طبعا كان عندي شريط مباراة الأهلي والصفاقسي، كانت دورة بعد توقف الدوري 94 95. تعادلنا 2-2. كان فاتح المحل مشارك، كان يدرب فيهم المدرب باولو روبيم. طبعا النادي الصفاقسي ذاك الوقت اخذ المعنى الثنائيه، اخذ الدوري والكاس. درت قدامهم مباراه كبيره، مباراه كبيره، صنعت فيها الجول الاول لادريس مكراز. بعدها في نفس السنه وقت حتى مشيت نتاع اليوفي ورجعت، قالوا نبوا اللاعب هذا، فهمت. شوف انت معناها النصيب، رغم اني في تونس مثلا نحب الافريقيين، لكن نادي الصفاقسي طبعا اكحل الابيض نحب انا، بحكم نحب اليوفي مثل الاسود الابيض يستهويني من نلبس الغلال هذه، فهمت. في مشيت تعرف يوم 27 مشيت، كلمت واحد في صفاقس، هو توفى الله يرحمه. طبعا هو من ليبيا طبعا، لكن عنده الأقارب. تعرف انت صفاقس نص اصلهم ليبي رسمي، معناها اللي جماعة من جماعة سوق الجمعة وجماعة مصراتة. مشيت طبعا انا جايب عندي وقت كنت في اليوفي، جايب لبس اليوفي، عرفت كعب بيض، وعندي النايك جايبه من، تعرف توانسه تحس وقتها زي توها تونس نايك، وعندي النايك البوطيل نتاعك 94 لعب به روماريو. وجيت تعرف وقت اغلبيه لاعبين وقت توانسه على الموبيلات ولا الفسبه، فهمت. ممكن لاعبين دوليين ممكن زوز ثلاثه قام عندهم سيارات. وصلت طبعا اول تمرين ذاك فات مرنت الصبح. طبعا جبت معي الشريط هذا تاع مباراه 2-2، اعطيتها لي ذاك فيها، كان معنا السي لطفي السماوي ذاك فينا، لا اعطيته الشريط. واليوم ثاني الصبح طبعا خشيت الصبح لبست اللبس بتاعي، طبعا كلهم يشوفوا لك لاعب ليبي، عرفت النظره هذيك، تعرف ترى الكوره بالنظره هيك بتاع لاعب ليبي، شنو عندهم ليبيا كوره. طبعا توانسه تاريخيين اقوى من احنا، كاس العالم وبرا، وكيف ليبيا شبه يديرها. طبعا بدينا التمارين. طبعا كان كراوتزن، طبعا وقتها الباص عيون باللغه الفرنسويه ما اعتقد يقول باس ديزيجي، فهمت. معناها تشوفك كيف تلعب هيك، وانا نمشيك جماعه نلعبها من الجهه الثانيه. كان تمرين الصبح غير عادي. طبعا هم في الوحده نتاعهم. طبعا هذاك اليوم تمرنت فيه. طبعا في الليل وقعت، وقتها وقعت في البلديه، خلاها مفتوحه قريب لوقت متاخر، وانا عرفت نماكس عليه. وقتها خذيت 2000 دينار راتب شهري بلاش، 2000 دينار تونسي. ايه تونسي، لكن وقتها ما يتحول ليبي ولا ثلاثه، نحس روحي غني، فهمت. تتحول ثلاثه تضربها ديما تضرب ديما مليح، يطلع بثلاثه. انا قلت له ما يمنيش، انا قلت له دير اللي تبي دير المبلغ. وقعنا في الليل، قلت لك متاخر، البلديه فتحوا على خاطري، قعدت متاخر باش سكرت. طبعا بديت مع الفريق يقول لك هذا مثلا لا بتاع ملعب صغير، دورة كبروا ملعب، لا هذا بتاع ملعب اكبر، لا هذا بتاع ملعب شويه. بعدين بدينا في اول مباراه نلعبها معناها رسميه ضد سيرفيت دي جنيف، ربحنا 1-0. ذاك فيها وقتهم يلبسوا نفس التيشيرتات، غير نحن لبسنا الفوق التيشيرت الفوقاني، ذاك لبسنا خديناها برتقالي. ولعبت من ذاك الوقت. طبعا جمهور في الصفاقس بيعرف طارق التايب، تنشر اسم طارق التايب، خدمت معاه مستويات كبيره، ومنها انتقلت معناها في اكبر صفقه ذاك الوقت للنجم الساحلي موسم 99 2000، بصفقه كانت اعتقد 500,000 دولار، 600,000، مبلغ كبير هذاك الوقت. وانتقلت طبعا النجم الساحلي، ما كانش تجربه سيئه. من هذيك بدا التايب يعبي؟ لا والله لا، شوف تونس راه 3-4 سنوات ما درتش فيها فلوس، لكن عرفت وين نصرفهم وين نستثمرهم. طبعا النجم الساحلي سنتين، السنه الاولى الامور كانت كويسه جيده جدا، لكن السنه الثانيه بصراحه حاربتني الاداره. لو كانوا يحاربوك اللاعبين ما عندكش مشكله، نحارب فيهم برجليهم، اللاعبين عندك مستواك الملعب بيني وبينهم، لكن كيف تحاربك الاداره حسيت وقتها كانهم مستهزئين على الليبيين. تعرف ان واحد يتكلم على ليبيا القرون يطلعوا، فهمت كيف؟ يعني انتم شنو، انتم مش برازيليين ولا ارجنتينيين، امكانياتي افضل امكانيات لعبتكم مليون الف مره. حاربوني بطريقه سيئه جدا، درت فيهم قضيه ذاك في نص الموسم، لكن للاسف الاتحاد الليبي جبت لهم وقتها عندنا مباراه ليبيا مصر نلعبوها كانت في القاهره،
قبلها مثلا ممكن باسبوعين 3 اسابيع اعطيت للاتحاد الليبي قلت له ما هو درت قضيه غادي رفعت عليهم قضيه قلت لهم انتم الاتحاد الليبي انتم تحموا لي حقوقي فهمت؟ لا حياه لمن تنادي.